في يوم من الايام جالي تليفون وانا سايق عربيتي في يوم كان صعب جدا وكنت مرهق وتعبان. الو، واحد بيسلم عليا وبيقول الدكتور طاهر. قلت له قال لي انا واقع في مشكله وما لقيتش حد ينجدني غيرك. قلت نعمه من ربنا باعت لي حاجه. حكى لي مشكله، اقسم بالله العلي العظيم حسيت ان انا اتخرست، مش قادر اتكلم، مش عارف اقول له ايه من وجع المشكله، مش لاقي لها حل. وكانت من الحاجات القليله قوي ان انا امر بده. قلت له كلمتين يصبروه. المهم قبل ما يقفل التليفون قال لي يا دكتور انا عايز اسالك سؤال، ايه اللي وصلك للي انت فيه؟ ايه المعجزه اللي حصلت في حياتك؟ ساعتها سكت كده لمده ثواني وقلت له بص انا هقول لك على سر حصل في حياتي. من حوالي 5 سنين مريت بظروف صعبه قوي، قلتها في وقت كتير قوي. اخويا كان عامل حادثه وكان في غيبوبه وضغوط في حياتي والفلوس اللي معايا بدات تخلص. حسيت ان الدنيا كلها فوقي عماله تضغط عليا، ضغط 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 ضغط. وكنت ساعتها مش عارف اعمل ايه، بس ساعتها كان عندي ايمان ان ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لي معجزه. وساعتها بجد ادركت ان المعجزه ما بتحصلش لبني ادم معاه عربيه فراري، ولا بتحصل لبني ادم ملياردير مستريح. المعجزة بتحصل لبني آدم يمر بظروف صعبة لا يستطيع الإنسان تحملها. لو جبت بني آدم كده يقول لك أنا مش قادر أتحملها، مش قادر. هي المعجزة بتحصل لبني آدم كده، بس ربنا حط شرط واحد إن في ظل الظروف دي البني آدم ما يوقفش شغل، يموت نفسه، يتحرك يمين وشمال، يتحرك كتير قوي. فكنت بمر بظروف صعبة بس أقول هكمل، لا هقوم، لا هشتغل، وابقى موجوع هشتغل، ابقى موجوع هشتغل. في عز الوقت اللي انت قاعد فيه دلوقتي موجوع، وفي عز الوقت اللي الظروف ما انتش عارف، مشكله ما انتش عارف هتخرج منها ازاي. هو دلوقتي بيحصل ترتيبات المعجزه، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيجهز لك بقى، بيبص عليك، بيتحرك ولا لا، بيشتغل ولا لا، وتلاقي ربنا فاجئك بمعجزه يصعب على البني ادم ان هو يتخيلها او حتى يفكر انها ممكن تحصل له. لغايه ما قلت له يا ابني الرساله اللي انت بتسمعها مني دلوقتي عشان انا ما عرفتش اجاوبك على المشكله اللي عندك، وصدقني والله العظيم المشكله دي هتيجي بعدين تحكي وتقول انا كملت، انا استمريت، وربنا سبحانه وتعالى اداني قوي حاجه كبيره قوي. فانا عايز كل واحد يطمن، كل واحد متعلم معجزه، ربنا عايل له معجزه في حياته هيعملها له، بس شروط المعجزه حاجتين: ظروف ما انتش قادر تتحملها وان شاء الله تتحملها، وايمان صادق انك لازم تستمر، تقع وتقوم، تكمل حتى لو انت ما انتش قادر، فربنا يكمل المعادله ويديك معجزه والله العظيم تبكي من حلاوتها من جمالها، وتقول يا رب انت عملت لي ده ازاي؟ بتحس ان ربنا بيكافئك على الوجع اللي انت استحملته، وعلى الالام اللي مرت في حياتك وانت قلت هكمل، وعلى الايام اللي الناس كلها ما كانش عندها حد يديها امل وكان عندك امل ان ربنا اكيد هيكافئك. فتاكد ان في معجزه في انتظارك، لكن مستنيه انك تكمل المعادله. اوعى تيأس وكمل.